السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر باسل في قناه باس. الحمد لله على السلامه يا طالب بريب 2 عبقري. اهلا بيك في مراجعه شهر مارس. الفيديو الثاني الحمد لله على السلامه. باذن الله النهارده هنراجع على يونت 2 سعادتك. يعني باذن الله بعد الفيديو ده هتقفل امتحان الشهر وهتكون جامد جدا 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 جدا. جاهز بسرعه كوبايه شاي، جاهز كوبايه لبن، اجهز بسرعه ويلا بينا. بالراحه بقى كده. دلوقتي عندنا يونت 2 بيتكلم على ايه؟ يونت 2 عندنا بيتكلم على ليسون 1. بيقول لك حاجه عندنا اسمها اوردرد بير. اولا بس سعادتك لو انت معاك البوستر ده امسح الجزئيه دي في البوستر، معلش ملهاش اي لازمه، مجرد كلام وحشو كتير. بص بقى سعادتك، اولا بس كده عندنا اوردرد بير ده معناه ايه؟ معناه ان انت عندك حاجه اسمها كوردينيتس بلين، اللي هي اصلا عباره عن بتكون ايه؟ بتكون اكس اكسس سعادتك واي اكسس. ماشي يا مستر؟ وبعدين والله يا حبيبي وبعدين اي بوينت على الاوردرد بير او اي بوينت عندك على الكوردينيتس بلين بيكون ليها لوكيشن معين. بمعنى ايه؟ معنى مثلا البوينت مثلا دي مثلا كده، يعني هنا مثلا هنا مثلا 3 تمام، وهنا مثلا 2. فلو انا عاوز اعرف اللوكيشن بتاع البوينت دي كنت بقول والله اللي عندنا الموضوع بكل سهوله ان البوينت دي هي قد ايه بالنسبه لاكس وقد ايه بالنسبه لواي. كنت بتقول لي يا مستر الله ايه الدلع ده؟ هي عندنا بالنسبه لاكس 3 وبالنسبه لواي 2، كده عندنا بنسميها اوردرد بير 3 2. طيب وجيت برضو سالتك في الدرس ده هل اوردرد بير 3 2 هو اوردرد بير 2 3؟ قلت لي يا مستر استغفر الله العظيم لا يمكن يا مستر. عارف اشمعنى؟ عشان خاطر يا مستر 2 3 دي معناها هي 2 على الاكس بص كده و3 على الواي، يعني كده يعني البوينت اصلا هنا، فطبيعي مكان البوينت دي مختلف عن مكان البوينت دي. فكده اصبح عندنا بقدر اقول ان البوينت اللي عندي اسمها 3 2 مثلا، يعني او اللوكيشن بتاع اللي هو 3 2 مش هو سعادتك البوينت دي طبعا نوت ايكوال البوينت اللي هي 2 3. طيب حد كده دلوقتي هيجي في دماغه سؤال مهم جدا، طب البوينت يا مستر بيكون ايكوال مين؟ يعني البوينت اللي هي اسمها 3 2 دي هي ايكوال مين؟ ايكوال نفسها. يعني البوينت مش هي بوينت غيرها، لا ده هي نفسها بالظبط. كده اصبح عندنا اي بوينت سعادتك كمثلا تعالى بوينت مثلا 1 5. تقول لي يا مستر ايكوال مين؟ هقول لك اقسم بالله ايكوال نفسها اللي هي مين؟ اللي هي عندنا 1 5 الحمد لله على السلامه. كده اصبح عندي في الدرس ده هيبدا يلعبك. بمعنى ايه سعادتك؟ هيخفي لك نمبر معين وحط لك مكانه اكس، حط لك مكانه واي، حط لك مكانه شراب اختك الصغيره، وانت تقول لي يا ترى ايكوال كام. بمعنى ممكن يخبي لك ال1 يا اختي كامله يا حلوه يا مقطقطه تمام كده، بس صح الحمد لله حط لك مكانها اكس مثلا. بص كده بالازرق اهو، وحياه امي بالازرق، اكتب يا ازرق يا حبيبي بالازرق، حط لك مكانها اكس تمام. هيخفي لك ال5 اللي جنبها دي ويحط لك مكانها واي مثلا. تعال اخفي ال5 دي وحياه امك اللي تخفي ال5 اهو يا مستر، بس اخفي يا اختي حط لك مكانها واي. ويجي يسالك يا اختي كامله يا حلوه يا مقطقطه ويقول لك مثلا الاكس بكام والواي بكام. يعني ايه الاكس بكام؟ تقول لي يا اختي كامله يا حلوه ب1، طب والواي ب5 وهكذا. كده اصبح عندنا لو عندنا اوردرد بير ايكوال اوردرد بير، اصبح عندنا الفيرست نمبر اللي هو الفيرست بروجيكشن ايكوال الفيرست نمبر اللي هو فيرست بروجيكشن، والسكند بروجيكشن ايكوال السكند بروجيكشن. يبقى كده دلوقتي لو عم سايب بتاع الفول قال لك يا حبيبي لو انت عندك ايكواليتي اوف تو اوردرد بيرز، اصبح عندك الشرط بتاعي عشان يكونوا ايكوال فيرست نمبر او فيرست بروجيكشن ايكوال فيرست والسكند ايكوال سكند. بالراحه بقى كده. هل الموضوع هيفضل على كده؟ لا ده يكبرها قوي. بص بقى يقول لك ايه، هيديك بقى شويه خزعبلات ويقول لك بقى حل يا حبيبي حل يا خالتي. بالراحه كده. لو قال لك اوردر بير اكس بلس 1 واي باور 2 ايكوال عندك ايه؟ اوردر بير 3 و9. تقول لي يا مستر ما توجعش دماغي، طبيعي يكون الفيرست ايكوال الفيرست. كده اصبح عندك يا مستر باسل اكس بلس 1 ايكوال 3 اكس بلس 1 ايكوال 3. هاي سامعك كده؟ تقول لي مستر حلها ازاي؟ دي ايكويشن عاديه بتاعت بريب 1، انت هتستعبط؟ هنحلها عندنا ازاي؟ ودي ال1 تو ذا اذر سايد يا اختي كامله يا حلوه يا مقططه بالماينس يا اختي. وبعدين كده اصبح عندنا الاكس ايكوال 3 ماينس 1 ايكوال 2. خلص الاكس على كده. وبعدين فيرست ايكوال فيرست وبعدين يا مستر ماذا سوف افعل؟ عندك السكند ايكوال السكند. كده اصبح عندنا يا مستر باسل الواي باور 2 ايوه ايكوال 9. لما يكون عندي باور 2 ماذا افعل؟ ساعتك هتودي باور 2 تو ذا اذر سايد ايوه ببوزيتيف اند نيجاتيف سكوير روت. كده اصبح عندك الواي ايكوال بوزيتيف اند نيجاتيف 3. ايه الدلع والروان ده؟ فعشان كده لو جاب لك اوردرد بير ايكوال اوردرد بير هتقول لي الفيرست بروجيكشن ايكوال الفيرست، السكند ايكوال السكند، مهما نحط عندك نفس الفكره بالظبط. طيب اللي بعدها يلا
مين عندك الفيرست نمبر او الفيرست بروجكشن ده، ومن الفيرست هنا اهو. كده اصبح عندك تقدر تقول ان اكس باور 3 ماينس 5 اهو، اكس باور 3 بسم الله ماينس 5 ايكوال عندنا 3. نحلها يا مستر عندنا ازاي؟ عندي بكل سهوله هتسال نفسك سؤال مهم جدا ملوش اجابه. ايه؟ انت عندك ماينس وعندك باور، مين عندك الضعيف اللي دايما بتيجي عليه؟ مين الضعيف ياض؟ رد عليا، مين الضعيف؟ هتقول لي يا مستر الضعيف هو الماينس، وادينا حطينا بالبلس. كده اصبح عندك الاكس باور 3 ايكوالز 8. عندك باور 3 بتوديها الناحيه الثانيه بحاجه عكسها. مين عكس باور 3؟ بالله عليك رد عليا، عكس باور 3 ايه؟ سامعك يلا، عكسها ايه؟ صح، عكسها عندك كيوب روت. كده اصبح عندك الاكس ايكوال كيوبيك روت لل8 اللي هي ايكوال استغفر الله العظيم 2. بس كده، كده طلعنا الاكس، بقى عندنا الواي. طبعا سهل قوي، السكند ايكوال السكند ايكويشن ونحلها. كده اصبح عندنا يا مستر مين؟ اصبح عندك يا حبيبي يا اختي كمان يا حلوه 3y minus 7 equal 8. هتودي ال 7 to the other side، شغل كي جي 1 بقى بالماينس قصدي بالبلس. اصبح عندنا 3y equals 15، وادي 3 بالديفايدد اوكي كي جي 2 الواي ايكوال 5. كده انت طلعت الاكس طلعت الواي. اي سؤال بيجي من دول بيقول لك هات الاكس يا اختي حلوه، هات الواي، خلصت على كده. طيب السؤال كده عندنا الثالث بيقول لك ايه؟ بسم الله استغفر الله العظيم، نفس الكلام بالظبط. ايه اكس 2 دي؟ ما علينا، استغفر الله العظيم، يعني ايه اكس 2 دي؟ ما علينا. طيب بالراحه بس كده نمشي واحده واحده. خليك بس اول في الواي. بص يا سعادتك بيقول لك ايه؟ بيقول لك استغفر الله ال2 واي هي روت كيوبيك روت ل 64. تمام؟ ادي ال2 واي هي كيوبيك روت لمين؟ ل 64. تحلها عندك ازاي؟ عادي كل سهوله. تقول بس كده يا مستر على جنب، لحظه بس كده على جنب اهو، على جنب اهو. ادي يا مستر اهو على جنب اهو، ال2 واي ايكوال كيوبيك روت 64. يا رب بس تكون شايفها عامه. ده هيطلع لك كام؟ لو 64 ده هيطلع لك عندك 4. كده اصبح عندك 2y ايكوال 4. كده اصبح عندك الواي ايكوال 2. كده خلاص طلعنا مين؟ طلعنا الواي. طيب لو انت عاوز لو انت عاوز تطلع الاكس عادي عوض وحلها عادي، مفيش اي مشكله. هتقول لي والله العظيم يا مستر باسم الموضوع عندنا بكل سهوله، هي اكس باور 2 ماينس 2 ايكوال واي. تمام اهو، اكس باور 2 اهي ماينس 2 ايكوال واي، صح كده؟ ده ايكوال ده. كده اصبح عندنا هتعوض بس عن الواي ب 2. كده اصبح عندنا اكس باور 2 ماينس 2 ايكوال 2 اهو، اكس باور 2 اهو ماينس 2 ايكوال 2، وادي 2 ناحيه ثانيه بالبلس. كده اكس باور 2 ايكوال 4. كده اصبح عندنا وديها ببوزيتيف نيجاتيف سكوير روت. كده اصبح عندنا اكس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف 2. فعشان كده مهما نحط لك حاجات في الايكواليتي اوف 2 اوردر بيرز، الموضوع كله نفس الفكره بس كده. ايوه صح. بالمناسبه لو انت حابب تشترك معانا اونلاين او في سنتر، كلمني بسرعه على الواتساب على الرقم اللي هو في الديسكربشن ده، عشان خاطر الموضوع عندنا مش زي اليوتيوب اللي هو مجرد فيديو خلاص، لا ده سيستم كامل متكامل. بينزل لك امتحان كل سيشن، بينزل لك هوم ورك كل سيشن، بينزل لك فيديو حل الهوم ورك، بكون معاك مرتين في الاسبوع سواء في السنتر او في الاونلاين. فعندك نظام متابعه جامد قوي قوي قوي. لو انت حابب تحجز معايا كلمني بسرعه على الواتساب. اوكي طيب السؤال عندنا بسرعه اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان احنا عندنا التوبيك اللي بعده بيتكلم على الكارتيجن برودكت اوف تو سيتس. ازاي تعمل عندك برودكت اوف تو سيتس؟ الموضوع عندك بكل سهوله، ارمي هذا الكلام في الباسكت بول يا ولا، وخش على طرق الاكزامبل وانت هتفهم كل حاجه على الاكزامبوله دي بسرعه. بص بقى، في ست عندك اسمها اكس، الاكس دي فيها 1 و2، فيها رقمين اللي هم مين؟ 1 و2. ست تانية عندك اسمها واي فيها 7 8 9. وعايز يعمل استغفر الله العظيم، عايز يعمل ايه يا مستر باسل؟ لو عايز يعمل اكس برودكت واي او واي برودكت اكس. طبعا بالمناسبه اكس برودكت واي مش هي واي برودكت اكس، يعني لا مؤاخذه في الكلام، ده بيطلع حل وده استغفر الله بيطلع حل ثاني خالص، استغفر الله الخاينه طبعا. يعني بالراحه بقى كده، ازاي عندي اعمل اكس برودكت واي بكل سهوله؟ طبعا البرودكت ده مش اللي انت عارفه اصلا اللي هو تايمز، لا ده عباره عن ايه؟ ان انت عاوز تعمل ريليشن ما بين سيت اسمها اكس وثانيه اسمها واي عن طريق كل اليمنت فيها. يعني ساعتك بتمسك كل رقم في الاكس بتجريه مع الواي كلها. يعني ايه؟ يعني ال1 دي مره مع ال7، مره مع ال8 الخاينه، مره مع ال9، وبعدين ال2 ده مره مع ال7، مره 8، مره 9. بس مش تايمز، لا بتعمله عن طريق اوردرد بير. فكده هيصبح عندي بيكون سيت ايوه فيها اوردرد بيرز ايوه 1 مع 7، يبقى اوردرد بير 1 7. اولنا كده اهو، يلا 1 و8، يلا 1 و8 بسم الله ما شاء الله. وبعدها ها اوردرد بير 1 9. خلصت ال1 الخيانه خلاص ما بتكملش، لا بتكمل كمان على ال2. خلصت ال1 خش على طول على النمبر اللي بعده اللي هو مين؟ ال2. يلا اوردرد بير 2 و7، وبعدين اكتبي يا خالتي يلا، وبعدين 2 و8 يلا، وبعدين بتهنج القطه، وبعدين 2 و9 وخلصت على كده.
يبقى كده عندنا ازاي بنعمل اكس برودكت واي، بتمسك كل نمبر في الاكس بتعمله في اوردرد بير مع كل نمبر في الواي، يمشي معاهم كلهم، خلصت على كده. افرض سعادتك طلب منك تعملها عن طريق الارو دايجرام او الكارتيشن دايجرام، الحته دي كله بيقع فيها بلا استثناء، محدش عارف الفرق ما بين ده وده. ارو دايجرام يعني ايه؟ يعني ترسم 2 ريكتانجل عندك، بص كده ادي ريكتانجل اهو وريكتانجل تاني اهو، الاولاني بتحط فيه اكس اللي هي الاولاني، افرض كان قال لك واي واكس يبقى الاولاني واي، تمام كده بالراحه كده اهو، اكس برودكت واي يبقى الاول عندك اكس، الثاني عندك واي، وبعدين بتبدا تسمع مش من دماغك، لا حسب ما انت شايف. انت شايف بعينك الاكس فيها مين؟ تقول لي يا مستر فيها 1 و2، حط 1 تحتها 2. انت شايف بعينك الواي فيها مين؟ هتقول لي يا مستر 7 8 9، حط 7 تحتها 8 تحتها 9. ابدا امسك سهم وابدا جري، يعني ايه؟ تقول لي والله العظيم يا مستر ال1 دي استغفر الله العظيم خاينه، بتجري مره مع ال7 ومره مع ال8 ومره مع ال9 كانها حرمه بتجري مع الرجاله لا مؤاخذه يعني. وال2 دي برضه نفس الكلام، خاينه مره مع ال7 مره مع ال8 مره مع ال9، خلصت على كده. كده اصبح عندنا ال1 الخاينه دي 7 8 9، ال2 الخاينه دي 7 8 9، وخلصت على كده. خلاص عملنا كده خلاص الارو دايجرام. طيب افرض بقى كده انا عاوز اعمل الكارتيشن دايجرام، اعملها عندي ازاي؟ نفس التو ريكتانجلز بالظبط، بس واحد نايم والتاني واقف. ايه؟ واحد نايم والتاني واقف، كده يصبح عندي الاول هو اللي نايم اللي هو الاكس، تصبح على خير، والواي واقف. كده يصبح عندي يا مستر باسل الاكس يا حبيبي بتحطها زي ما هي عادي، اللي هي فيها مين؟ فيها عندك 1 و2 النايمه، ودي فيها 7 و8 و9 عادي، وابدا نقط. نقط يعني ايه؟ مش هو بيقول لك ال1 7 1 8 1 9، 1 نقط على 7 نقط على 8 نقط على 9، وال2 نقط 7 نقط 8 نقط 9، ابدا وصل كل بعضه على طول، وصل 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 كل بعضه وصل كل بعضه، وهكذا. بس كده. كده لو عاوز منك ارو دايجرام تعمل كده، عايز منك كارتيشن دايجرام تعمل كده. افرض ساعتك طلب منك العكس، يعني ايه؟ يعني قال لك بقى انا عاوز واي برودكت اكس، تاني كده عايز واي برودكت اكس اهو، قال لك مثلا عاوز واي برودكت اكس، عندك هتحلها اصلا ازاي؟ بكل سهوله هتحط عندك الواي الاول اللي اصلا فيها مين؟ فيها 7 و8 و9. حلو، عايز تعمل لها سعادتك برودكت، ايوه يا مستر برودكت ايه؟ الاكس اللي هي فيها مين؟ فيها عندك 1 و2، كده هيصبح عندك سعادتك بالراحه بقى كده كل اليمنت من واي هيجري مع الاكس. يعني ايه؟ يعني ال7 دي مره ايوه مع ال1 الخاينه ومره مع ال2 اهو، اوردر ذا بير 7 1، خد بالك اهو 7 1 و7 و2 الخاينه، وبعدين 8 1 8 2 9 1 9 2. قال لك ارو دايجرام اعملها له، قال لك كارتيشن دايجرام اعملها له. مش كده وبس، لا، افرض طلب منك حاجه اسمها الان اوف اكس او الان اوف واي او الان اوف اكس برودكت واي. اولا بس كده يا مستر، يعني ايه الان اوف اكس؟ يعني ايه الان اوف واي؟ يعني ايه الان برودكت واي او الان اوف اكس برودكت واي؟ ان اوف اكس دي يعني النمبر اوف اليمنت ان اكس، يعني عدد ارقام اللي جوه الاكس، يعني عدد عناصر الاكس. الاكس دي فيها كام نمبر جواها؟ تقول لي والله يا مستر فيها 2، تكتب ايكوال 2 بس. طب والواي فيها كام؟ فيها 3. طب لو طلب منك الان اوف اكس برودكت واي، يعني الاكس برودكت واي طلعوا كام اوردرد بير؟ هل هتعدهم؟ ممكن تعدهم عادي، تقول لي والله يا مستر 1 2 3 يا اختي 4 5 6 ايكوال 6. ولكن عندي طريقه سريعه اعرفها من غير ما اعدها. ايه بقى يا مستر؟ هتجيب سعادتك عدد عناصر الاكس اللي هم 2، عدد عناصر الواي اللي هم 3، اعمل لهم تايمز في بعض، 2 تايمز 3 ايكوال كام؟ ايكوال عندك 6. كده خلاص انت فهمت ان انت عندك ان اوف اكس معناها ايه، ان اوف واي معناها ايه، وان اوف اكس برودكت واي معناها ايه. كده خلاص خلصنا مع بعض الجزئيه دي كلها بالكامل، اللي هي اللي فوق دي خالص. ارو دياجرام طبعا سهله، كارتيشن دياجرام برضو سهله جدا. اوكي طيب السؤال كده عندنا بسرعه اللي بعده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك سعادتك ان انت عندك ست اسمها اكس استغفر الله العظيم، عباره عن ايه؟ عباره عن فيها 3 و4، ست ثانيه اسمها واي فيها 4 5، ست ثانيه اسمها زد فيها 6 و5. اوكي، عايز يعمل اكس برودكت واي انترسكشن زد، واكس ديفرنس واي برودكت زد، وهكذا. يعني بالراحه بقى كده هنفتكر بس كده الاول مع بعض يعني ايه الثلاث علامات دول، يعني ايه علامه الانترسكشن وعلامه اليونيون وعلامه الديفرنس. اولا بس كده يا مستر باسل، عندي الاول علامه الانترسكشن اللي هي علامه اليو ال او علامه الان عامه، اللي هي عامله زي حرف الان. دي اصلا معناها ايه؟ معناها ان انا عاوز الكومن اليمنتس، يعني الارقام المتكرره ما بين التو سيتس. يعني لما اقول لك واي انترسكشن زد، يعني انت هتجيب لي النمبرز المتكرره في الواي وفي الزد. بالراحه كده عادي خالص اهو، بالراحه هتعمل ايه؟ واي انترسكشن زد معناها ايه؟ الواي والزد فيهم رقم معين متكرر، مين هو؟ لو هو
لو انت جبته كده خلاص حلتها. 4 5 5 6 يا مستر عرفتها ال 5 كده اصبح عندنا حل ايكوال 5 تمام. عايز اعمل برودكت عادي اهو برودكت عادي. الاكس فيها مين؟ هتقول لي والله يا مستر فيها 3 و4 ادي 3 و4 عندك بكل سهوله. ازاي بتعمل 3 4 برودكت 5؟ طبعا سهل قوي. ال 3 مره مع ال 5 ال 4 مره مع ال 5 بس مش تايمز بالله عليك اقسم بالله ما تايمز. بتعمل ايه؟ بتعمل اوردرد بير. كده اصبح عندي بتعمل ست فيها اوردرد بيرز اهو ادي ست اهي يا اختي كميله فيها اوردرد بيرز. ال 3 مره مع ال 5 ايوه وبعدين ال 4 مره مع ال 5 كده خلاص اتحلت على كده. طبعا ست ها اوكي. السؤال اللي بعده بسرعه. يعني ايه اكس ديفرنس واي؟ يعني الاكس شيل منها اي رقم موجود في الواي. تاني هات الاكس بص لها شيل منها اي رقم موجود في الواي. ال3 وال4 مين فيهم يا ترى موجود في الواي عشان خاطر اشيله؟ تقول لي والله يا مستر ال4 امسح ال4 بقى مين؟ ال3 خلصت. برودكت اهو برودكت يا مستر. الزد فيها مين؟ فيها يا مستر ال6 وال5 كده هيصبح عندك حل طبعا عادي خالص. تقول لي ال3 مره دي مع 6 وال3 مره مع ال5 كده يصبح عندنا 3 و6 و3 و5 وخلصت على كده. طيب اللي بعده اكس ديفرنس واي. يعني ايه؟ يعني هات الاكس شيل منها اي نمبر موجود في الواي اهو. جبت الاكس شلت منها الفور الموجوده في الواي بقى مين؟ بقى 3. واي ديفرنس زد يعني هات الواي شيل منها اي رقم موجود في الزد. جبت الواي مين موجود في الزد متكرر؟ ال5 شلتها بقى عندنا مين؟ ال4. طيب كده بقى عندنا ال4. خد بالك بالله عليك اقسم بالله خد بالك لما بتيجي تعمل 3 برودكت 4 بيطلعوا اوردرد بير 3 4 اهو اوردرد بير 3 4 وكده خلاص خلصنا مع بعض السؤال ده. اوكي طيب عندنا بس كده شويه ملاحظات مهمه جدا 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 ساعتك بالله عليك. لما يطلب منك النمبر اوف اكس برودكت واي ساعتك هتجيب ايه؟ هتجيب النمبر اوف اكس لوحده والنمبر اوف واي لوحده في الاخر تعمل لهم تايمز. كده يصبح عندنا مثلا يعني مثلا الاكس فيها مثلا سعادتك رقمين زي مثلا 1 و 2 حلو والواي فيها مثلا 3 نمبرز زي مثلا 4 5 6 ادي الواي فيها مثلا 4 و5 و6. لو طلب منك سعادتك النمبر اوف اكس هتقول له 2 نمبر اوف واي هتقول لي 3 نمبر اوف اكس برودكت واي هتقول لي 2 تايمز 3 ايكوال 6 وخلصت على كده. طيب لو طلب منك النمبر اوف اكس باور 2 اولا بس كده يعني ايه اصلا اكس باور 2؟ اكس باور 2 دي معناها الاكس برودكت نفسها حلو. لو عايز النمبر اوف اكس باور 2 بتعمل مش النمبر اوف اكس هو كام؟ هو 2 فبتعمل 2 تايمز نفسها ايكوال كام؟ ايكوال 4. طيب اي حاجه تايمز فاي يعني لو قال لك مثلا اكس برودكت قصدي اكس برودكت فاي او فاي برودكت اكس كله في الاخر بيطلع فاي. لو جات لك تشوز اختارها فاي. طب اللي بعده لازم تاخد بالك من حاجه. ايه بقى يا مستر باسل؟ لو عايز اعمل اكس برودكت حلو واي طبعا مش هي نوت ايكوال الواي برودكت اكس عشان خاطر اصلا تبقى عارف عامه حط لك ايه وبي حط لك اكس وواي حط لك مش عارف ايه وايه هكذا يعني. بس يعني امتى تكون هي لو الاكس هي الواي يعني نفس الارقام بالظبط يعني 1 و 2 برودكت 1 و 2 فلما اعكسها مش تفرق عامه عادي. اوكي الموضوع عندنا اللي بعده في الدرس الجميل قوي اللذيذ ده هو موضوع ده كده بسرعه. هات ورقه وقلم وامسحه خالص. بص امسح كده قطع بسرعه في البوستر اللي معاك امسحه. ليه كده يا مستر باسل؟ عادي مش اي لازمه تمام. اللي بعده بسرعه تعالى. قال لك كده دلوقتي السؤال مفاجئ جدا جدا جدا. ايه بقى يا مستر؟ قال لك دلوقتي ان انت عندك اكس سبست من واي كلام مش لازم امسحه. نمبر اوف اكس برودكت واي 6. انا عاوز يقول لك ان انت لما جيت عملت اكس برودكت واي طلع عندنا 6 و4 بلونج للاكس و3 و6 مش عارف هات الاكس وهات الواي فايند اكس وواي واكس برودكت واي. اولا بس كده هفكر في حاجه معينه جدا. ايه بقى يا مستر باسل؟ والله يا حبيبي هم النمبر بتاعهم هم 6 صح كده؟ طيب وعندك في 4 ال4 دي بلونج لمين؟ للاكس تمام. وفي كمان اوردر ديبيت كمان بلونج للبرودكت بتاعهم. كده اصبح عندنا ده من ضمن الحاجات اللي هو الاكس والواي اللي هو ايه؟ اللي هو 3 و6 ده من ضمن البرودكت بتاعهم حلو. وايه تاني يا مستر باسل؟ وال4 دي هي اكس فكده يصبح عندنا برضو ال4 دي تبع الاكس يعني اكيد برضو في برضو 4 ومين؟ 4 برضو هي اكس صح كده؟ ادي يا مستر ال4 تبع الاكس اهو ادي كده الاكس فيها لحد دلوقتي 4 بالراحه بقى كده. مش اول نمبر عندك ده برضو بيكون برضو تبع الاكس هتقول ايوه يا مستر باسل اللي هو ال3 كده اصبح عندنا اكس فيها مين؟ فيها 4 وال3. طيب وبعد كده يا مستر باسل هو عايز يا مستر الواي اعرفها عندي ازاي؟ هو قال لك ان الاكس برودكت واي نمبر في اكس برودكت واي تمام 4 و7 جاب منين ال7 ده مش عارف الله اعلم. ما علينا. هو بص تقريبا المصمم كان نسي يحط ال7 مع الواي ما علينا.
يعني الواي فيها 7، ده المصمم نسي يحطها منه الله يخرب بيته. فكده اصبح عندنا الاكس فيها 3 4، الواي فيها 6 و7، تمام. فاصبح عندنا كده 4 مره مع 3 4 صح كده صح. فكده اصبح عندنا الاكس فيها 3 و4 والواي فيها 6 و7. اصبح عندنا عادي بقى اكس برودكت واي عباره عن ايه؟ عباره عن 4 و7 4 و6 صح كده. 4 و7 اهو كده. اصبح عندنا بس الاكس فيها 4 و3 والواي فيها 4 3 7. ما علينا طبعا، ده هو يعني هو اكيد اداها لك عامه يعني. المصمم بيخرف الله يخرب بيته، ما علينا. فانت هات الاكس هات الواي وحلها عامه على كده يعني مفيش اي مشكله. بس طبعا السؤال طبعا مش كده، السؤال اكيد مديك الاكس واكيد برده مديك الواي. اوكي طيب ممكن بس ساعتك بس بسرعه استاذنك وانت ماسك بس البوستر بسرعه هتمسح بس البي دي تحط مكانها واي، تمام، وتمسح الايه تحط مكانها اكس. كده اصبح عندنا الواي ايكوال 2 اكس. الدرس الثاني عندنا بيتكلم حاجه اسمها ريليشن، ازاي كده عندنا تعمل كارتيجن برودكت بس عن طريق ريليشن معين. يعني هو اصلا مش عاوز كل الاكس برودكت واي، لا ده عاوز حاجات معينه، اوردر دي بيرز معينه بيحققوا الشرط اللي عندي ده. طيب ازاي عندنا اطلعها بكل سهوله؟ ساعتك هتعمل ايه؟ هتجيب كل الاكسات اللي عندك حلو كده وتعوض بيهم في الريليشن اللي عندك وتطلع الوايات. موجوده هتعمل اوردر دي بير، مش موجوده ترميها في الزباله. بالراحه بقى كده. ايه بقى يا مستر باسل؟ عوض بس كده اولا بالنيجاتيف 1. كده اصبح عندنا ان الواي ايكوال 2 تايمز نيجاتيف 1 اهو. ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 2. بالراحه بقى كده. انا كده دلوقتي لما حطيت ايه بقى يا مستر باسل؟ لما حطيت سعادتك منك لله الاكس اللي عندك بنيجاتيف 1 اهو، اكس بنيجاتيف 1 طلع لي الواي بنيجاتيف 2. هل بذمتك الواي فيها نيجاتيف 2 ولا لا؟ بص كده على الواي، هل موجوده نيجاتيف 2؟ موجوده؟ لا والله يا زميلي مش موجوده. فكده اصبح عندنا اول تعويض مش شغال. نعوض بسرعه في التعويض اللي بعده اللي هو مين؟ ال2. حط مين ب2؟ الاكس. يلا كده اصبح عندنا الواي ايكوال 2 اكس يعني 2 تايمز 2 ادي 2 تايمز 2 ايكوال كام؟ ايكوال 4. كده اصبح عندنا لو احنا عوضنا عن الاكس ب2 طلع الواي ب4. هل في فعلا واي ب4؟ تقول لي ايوه يا مستر والله في فعلا واي ب4. كده اصبح عندنا ال2 راح مين؟ راحه لل4 فعلا. فكده هيصبح عندي اول اوردر دي بير هو مين؟ هو اصبح عندنا يا مستر 2 و4 او 2 و4 كستبس. اللي بعده بسرعه تعالى يلا. هتعوض ايه تاني بقى غير الايه؟ غير ال2 اللي راحت خلاص ال3. يلا كده اصبح عندنا على جنب اهو الواي ايكوال 2 اكس يعني 2 تايمز 3 ايكوال كام يا مستر باسل؟ ايكوال عندك 6. لو انا عوضت بالاكس ب 3 طلع عندنا الواي ب 6. ابدا ابص فوق، هل في 3 راح لل 6؟ راح يا مستر. كده اصبح عندنا ال 3 اهو مع ال 6 اوردر دي بير اهو، ال 3 مع ال 6. اللي بعده عوض بمين يا مستر غير ال 3؟ عوض يا مستر بال1. يلا تعالى. هيبقى اصبح عندنا يا مستر الواي على جنب اهو ايكوال 2 تايمز 1. 2 تايمز 1 ايكوال كام؟ ايكوال 2. هل في يا مستر عندنا ال1 ينفع تروح لل2؟ ايوه يا مستر ينفع. كده اصبح عندنا اوردر دي بير 1 و2. بس كده اصبح عندنا مين الاوردر ديفيجن اللي عندنا؟ قول له كده على طول الريليشن اللي عندك. الريليشن ايكوال سيت اوف اوردر ديفيرز مين ومين يا مستر باسل؟ 2 و4 و كام دي؟ و3 و6 و1 و2 اهو. ادي 2 4 2 و4 وادي 3 و6 تمام، وادي 1 و2 1 و2. بالراحه بقى كده. الحته اللي عندنا اللي كله بيقع فيها، لو قال لك اعملها ارو دياجرام هتعملها عندك ازاي؟ هترسم عندك عادي خالص الاكس كلها، عادي خالص الواي كلها، مش اللي هو مشترك فيها بس، لا حط الارقام كلها عادي. وبعدين فكر هي تروح لمين؟ الفور، اعمل سهم من التول 4. اللي بعده السرير راح لمين؟ راح لل6، سهم من السرير ال6. اللي بعده لون راح مين؟ راح ل2، اعمل سهم من لون ال2. بس كده. بالله عليك ما تعملش دول بس، اعمل كلهم على بعضهم، بالله عليك اعمل كلهم. طيب افرض قال لك انا عايز الدومين. عاوز ايه الدومين؟ السؤال ده دايما بساله كتير قوي، بيقول لك هات الدومين. اولا الدومين ده يعني ايه؟ يعني اول ست كلها. لو قال لك هات الدومين هتقول لي والله العظيم يا مستر بس الدومين هو نيجاتيف 1 و2 و3 و1. استاذنك وانت بتتفرج على الفيديو اكتب على البوستر بتاعك، اكتب كده الدومين اهو على جنب اهو، بص كده استغفر الله العظيم اهو. الدومين ايكوال اهو، الدومين ايكوال، لاحظ بسرعه معايا، نيجاتيف 1 و2 و3 و1 جوه مين؟ جوه ست. اوكي. لو طلب منك الرينج سعادتك هتجيبه عندك ازاي؟ الرينج ده يعني الاليمنتس اللي واصل لها سهم. مين؟ الاليمنتس اللي واصل لها سهم، اللي واصل لها سهم اللي هي زي مين؟ زي ال6 وزي ال4 وزي ال2. فلو طلب الرينج هتقول لي استغفر الله العظيم، الرينج ايكوال ال6 وال4 وال2 وخلصت على كده. كده انت فهمت خلاص يعني ايه الدومين؟ يعني ايه الرينج؟ الدومين ده يعني الست الاولانيه، الرينج ده يعني الاليمنت اللي في الست الثانيه اللي رايح لها سهم.
اوكي، طلب ارو دياجرام هتعملها، طلب كارتيشن دياجرام تعمل نفس الكلام بالظبط، بس تنقط على الحاجات اللي هي عامله ريليشن بس، مش عشوائي زي زمان. اوكي بالراحه بقى كده، احنا قلنا بس من شويه ازاي بنعمل ريليشن من ست ثانيه، زي مثلا من الاكس للواي. لكن كده عندنا النهارده الجديده بنعمل ريليشن من الست نفسها. بمعنى ايه؟ قال لك مثلا دلوقتي ان انت عندك في ست اسمها اكس، هي فيها دلوقتي 6 و4 و2 0 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 6. تمام؟ عايز اعمل ريليشن، كلام اصلا كتير قوي ملوش اي 60 لازمه، بس بيقول لك ان انت عندك الايه از اديتيف انفيرس، اديتيف انفيرس مش عارف ايه كذا كذا. يعني عايز يعمل ريليشن بحيث يكون فيها ست وست ثانيه اللي هي نفسها، فكده كان عندك في ست ثانيه اسمها اكس برضو اهو، كان برضو فيها مين يا مستر باسل؟ ال6 وال4 وال2 وال0 والنيجاتيف 2 والنيجاتيف 4 والنيجاتيف 6. يبقى انت كان عندك اتنين ست، اوكي، ست ونفسها، الست الاولانيه فيها شويه نمبرز، الست الثانيه فيها برضو شويه نمبرز. عايز يعمل ريليشن من دي لدي بحيث يكون كل نمبر هو الاديتيف انفيرس للتاني. اولا بس كده، يعني ايه الاديتيف انفيرس دي؟ يعني كل نمبر والعكس بتاعه. بمعنى ايه؟ لو عندك مثلا 2 عكسه ايه؟ هتقول لي والله العظيم مستر نيجاتيف 2. طيب كده هيصبح عندي هدور بس كده على كل نمبر وعكسه. ال6 هل ليها عكس الناحيه الثانيه؟ هتقول لي اه يا مستر باسل نيجاتيف 6. فكده هيصبح عندنا اول اوردر بير 6 ونيجاتيف 6 او 6 ونيجاتيف 6 في الريليشن اللي عندنا. طب اللي بعده تقول لي يا مستر باسل 4 نيجاتيف 4 اهي موجوده اهي، يلا، وال2 نيجاتيف 2 اهي، وال0 عكسها 0 اهو، نيجاتيف 2 عكسها 2، نيجاتيف 4 عكسها 4، نيجاتيف 6 عكسها 6. اوكي، هعمل بس كده ريليشن واكتب بس فيهم كل دول بسرعه كده، وبعدين هو اصلا طالب مني يا مستر باسل النمبر اوف اكس برودكت اكس. اولا بس كده هسال نفسي سؤال، هو الاكس اللي عندنا دي فيها كام نمبر؟ هتقول لي يا مستر فيها 1 2 3 4 5 6 7، صح كده؟ فلو طلب منك النمبر اوف اكس برودكت اكس هتقول له والله العظيم يا مستر باسل هم 7 تايمز نفسها ايكوال 49. ده عامه ده ايه؟ ده النمبر اوف اكس برودكت اكس. انما لو عندك الريليشن هم مش كتير، هم كام واحده؟ هم 1 2 3 4 5 6 7. تمام كده؟ طيب تمام. لو طلب منك تعملها ارو دياجرام هتعملها عندك ازاي؟ ترسم عندك ريكتانجل ده، الريكتانجل ده حط كل الاليمنتس بالله عليك، كل الاليمنت هنا كل الاليمنت هنا، وبعدين ابدا وصل بقى. 6 راح على النيجاتيف 6، 4 راح على النيجاتيف 4، 2 راح على النيجاتيف 2، كمل يلا، 0 راح على 0، نيجاتيف 2 راح على 2، نيجاتيف 4 راح على 4، نيجاتيف 6 راح على 6. لو قال لك اعمل كارتيشن دياجرام تعمل برضو ايه؟ نفس الكلام بالظبط، هتعمل ريكتانجل نايم، ريكتانجل واقف، حط هنا الاكس، حط هنا الواي، نقط على اللي هو عاوزه بالظبط. يعني ايه؟ يعني 6 نيجاتيف 6 نقطه هنا اهي، 4 نيجاتيف 4 نقطه هنا اهي، 0 0 نقطه هنا اهي، ها 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 هو هو هو، يلا ها، نقط يا ولد، نقط ياض، بس كده خلص، بس كده خلاص. فكده عندنا حلينا عندنا السؤال الجامد قوي ده. اوكي طيب كده خلاص عرفنا يعني ايه ريليشن. هتكلم بس دلوقتي يعني ايه فانكشن. فانكشن دي يعني ايه؟ يعني هي ريليشن معينه. يعني ايه؟ يعني هي ريليشن معينه فيها شرط معين. طب بس لو سمحت مستر، بس لو انا ناسي اعرفه منين؟ بس لو سمحت عادي حل بس كده هذه الريليشن وانا هفهمك هي لما اتحلت ليه سموها فانكشن مش مجرد ريليشن عاديه. بص بقى يا سعد، عندي وانت بسرعه ماسك البوستر هتلغي حرف البي، حط بس مكانه حرف الواي، والايه حط مكانه حرف الاكس. حلو كده؟ ماشي. وبعدين يا مستر باسل ماذا سوف افعل؟ والله يا حبيبي هتعمل ايه؟ تحلها عادي خالص، تبدا تعوض مره الاكس ب 3، مره ب 5، مره بنيجاتيف 2، وتشوف هتطلع لك الواي كام. لو موجوده اعمل اوردر ديبير، مش موجوده ارميها في الزباله. تمام؟ يلا يا مستر تعالى. اصبح عندنا الواي اول مره ايكوال 2 اكس، يعني 2 تايمز اكس. حط مره 3، يلا 2 تايمز 3 ماينس 1 بحلها. 2 تايمز 3 ايكوال 6، 6 ماينس 1 ايكوال كام؟ ايكوال عندنا 5. كده اصبح عندنا ال 3 وال 5. هل فعلا ينفع اعمل 3 مع ال 5؟ ال 3 هل فعلا في 5؟ كده اصبح عندنا اول اوردر ديبير 3 مع 5. اللي بقى بسرعه، يلا يا مستر بقى بسرعه، يلا الواي، يلا الواي ايكوال، يلا يا مستر ايكوال، حط مين؟ 2 تايمز كام بقى المره دي؟ 2 تايمز 5 ماينس 1، يلا يا مستر. 2 تايمز 5 ايكوال كام؟ ايكوال 10، 10 ماينس 1 ايكوال كام؟ ايكوال عندك 9. هل فعلا في 5 و9؟ ايوه 5 و9، بسم الله ما شاء الله صح. كده اصبح عندنا الثاني هو 5 و9. الاخير الا وهو يا مستر حطها بنيجاتيف 2. يلا كده اصبح عندنا على جنب اهو، تعالى اهو على جنب اهو، الواي بسم الله ايكوال 2 تايمز نيجاتيف 2 ماينس 1. 2 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال ساعتك كام؟ ايكوال نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 وماينس 1 ايكوال نيجاتيف 5. هل فعلا في نيجاتيف 5؟ ايوه يا مستر نيجاتيف 2 نيجاتيف 5. كده اصبح عندنا ده برده شغال اللي هو نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5. فكده عندنا 3 اوردرد بيرز الا وهم 3 5 ونيجاتيف 2 نيجاتيف 5 و5 و9. فساعتك بس هتقول لي كريليشن، هتقول لي والله كل دول رصيتهم اهم كريليشن 3 و5 5 و9 نيجاتيف 2 نيجاتيف 5. وبعدين
رصهم عادي خالص بالار دياجرام زي ما عاوز بالظبط اهو. ادي اكس اهو يا مستر باسل حطيتها كلها، واي حطيتها كلها، اعمل اسهم براحتك عادي. وبعدين بقى بيسالك هي فانكشن ولا لا، بعرف منين؟ لو انت عاوز تعرفها بالار دياجرام بتعرفها عندك ازاي؟ لازم كل اليمنت في الاكس يكون طالع منه سهم، تمام؟ يبقى لازم بص كده، لازم بالله عليك اهو، لازم الاكس كله طالع منه سهم، كله طالع منه سهم. ده كده عندنا اول شرط. ابص اهو، انت طلع سهم صح؟ طلع سهم اه، طلع سهم اه، بس لازم يكون طالع ايه؟ طالع سهم واحد بس اهو. كده عندنا ده الشرط الثاني. يبقى امتى اعرف هي فانكشن ولا لا؟ ابص على الاكس، هل كلها طالع منها اسهم؟ ايوه. هل كلها طالع منها سهم واحد بس؟ ايوه. لو الشرطين ايوه بقول يا مستر عليها فانكشن فانكشن فانكشن. لو شرط منهم لا يبقى نوت فانكشن. يعني ايه مثلا الكلام ده؟ يعني مثلا ال3 طلع منها سهم، ال5 طلع منها سهم، نيجاتيف 2 دي مش متجوزه، مش طالع منها اي حاجه اصلا، فكده اصبح عندي دي كده عندي مش فانكشن. يبقى كده عندنا امتى بتكون فانكشن؟ لازم الاكسات كلها يكون طالع منها سهم واحد بس. اوكي طيب افرض كده يا مستر باسل عن طريق الريليشن بعرفها عندي ازاي؟ هتبص عندك هو مين اللي طالع؟ ال3 وال5 والنيجاتيف 2، هل كلهم موجودين في الاكس او يعني او بالعربي هل دي الاكس اصلا 3 5 نيجاتيف 2؟ ابص كده بسرعه بس كده تحت، هل فعلا يا مستر باسل 3 و5 نيجاتيف 2؟ اه فعلا 3 5 نيجاتيف 2. لو كلهم ظاهرين مره واحده بس كده اصبح عندي اقدر اقول ان دي عندنا فانكشن. يبقى انت لو انت عاوز تعرف عن طريق الريليشن بس بتقول الاكس كلها موجوده هنا مره واحده. لو عن طريق الار دياجرام بتعرفها ازاي؟ ان دي طالع منها سهم واحد بس. طب لو عن طريق الكارتيشن دياجرام لازم فوق كل رقم في الاكس في نقطه واحده بس. في ايه؟ نقطه واحده بس مش نقطتين. يعني ما ينفعش اعمل مثلا كده وكده، غلط. لا لازم نقطه 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 وخلصت على كده، تمام؟ طيب تمام. بالراحه بقى كده. افرض سعادتك بس كده في الامتحان اتجنن في مخه وقال لك بس لو سمحت هل show which of the following diagrams represent a function؟ يعني هل دي فانكشن ولا دي؟ اعرفها عندي منين؟ من الشروط بتاعتي. اولا هي دي الاكس ودي الواي، صح كده؟ دي كده عندنا ريليشن عاديه. الريليشن دي ممكن تكون فانكشن وممكن تكون لا. بعرف عندي منين؟ ببص عندي هل الاكسات كلها طالع منها اسهم؟ ايوه. هل كل اكس عندي او كل رقم في الاكس عندي طالع منه سهم واحد بس؟ لو قلت ايوه يبقى فانكشن. كده اصبح عندنا ار1 دي اللي هي الريليشن دي اصبحت عندنا فانكشن. اقسم بالله فانكشن فانكشن فانكشن. طيب في الثانيه يا مستر باسل ايه بقى يا مستر باسل؟ هل في الثانيه فانكشن ولا لا؟ قلنا لازم كل رقم في الاكس يكون قدامه نقطه واحده بس. ال3 هل ال3 دي قدامها نقطه واحده بس؟ لا دي نقطه نقطتين. كده اصبح عندنا 3 دي مش فانكشن. عارف ليه؟ عشان 3 دي مره راحه الخاينه مع نيجاتيف 1 ومره 3 دي راحه مع ال4، فال3 دي ظاهره مرتين. طالما عندي ظاهره مرتين كده عندي مش فانكشن. عشان فانكشن دي هي حاجه بيكون فيها الاكس موجوده كلها وموجوده مره واحده بس مش مرتين زي هنا. افرض مثلا عمل لك مثلا كده بالشكل الجميل قوي ده وسالك قال لك برضو ده وده هل فانكشن ولا لا؟ لو جالك تشوز هتقول لي والله يا مستر باسل هل في نقطه واحده بس في كل رقم؟ بس عندي مشكله. ايه بقى يا مستر باسل المشكله اللي عندي؟ ان في اصلا رقم من غير نقطه. ما هو لازم عندي الاكسات كلها تكون عامله ريليشن. يعني ال3 عندها نقطه والزيرو وال2 وال5 او سهم مش فارقه عامه. يعني هل كلهم عندهم نقط؟ لا. كده اصبح عندي دي كده نوت فانكشن. اشمعنى؟ تقول له عشان خاطر الاليمنت اللي هو 2 ده ما عندوش اصلا ايمج، هاز نو ايمج. طيب افرض هنا دي كده مستر باسل فانكشن ولا لا؟ يا مستر باسل فانكشن ولا لا؟ طبعا فانكشن. عارف ليه؟ عشان خاطر ال1 وال3 وال5 كل واحده منهم عندها نقطه واحده بس. افرض عمل لك كده بالشكل الرهيب ده اللي انت اصلا اول مره تشوفه النهارده وسالك برضو فانكشن ولا لا؟ فانكشن ولا لا؟ فانكشن ولا لا؟ هتبص عادي. ايه بقى يا مستر باسل؟ ايه الزعبولات دي؟ ال1 دي راحه لل3 حلو. بص كده ادي 1 و3 اهو، اكتبها عادي او كاوردر ديبير اهو. وبعدين يا مستر باسل وال2 راحه لمين دي؟ استغفر الله العظيم. 2 راحه لل4 وراحه لل2 من غير ما اكمل خلاص كده 2 راحه لل4 وراحه لل2. كده عندي في نمبر ظهر مرتين اللي هو مين؟ ال2 من غير ما اكمل اصلا مش فانكشن. اوكي عشان طبعا 2 طبعا دي عندها اكتر من ايمج، هاز مور ذان ايمج. طيب اللي بقى كده بسرعه قال لك دي فانكشن ولا لا؟ هتبص كده ال1 دي راحه سهم واحد بس. ال3 دي عندها سهم واحد بس، مش خاينه ولا حاجه. ال2 عندها سهم واحد بس صح كده؟ والفور عندنا برضه سهم واحد بس. فكده عندنا كل رقم عنده سهم واحد بس. فكده اصبح عندنا دي كده عندنا فانكشن. اوكي طب لو دي كده يا مستر باسل هتبص برضه نفس الكلام. ال1 دي خاينه مره لل3 ومره لل4. لازم عندنا كل رقم يطلع منه سهم واحد بس ولازم كل الارقام يكون فيها اسهم. فكده اصبح برضه عندي دي نوت فانكشن نوت فانكشن بس. خلاص الموضوع عندنا بكل سهوله. اوكي طيب بالراحه بقى كده.
السؤال كده عندنا اللي بعده هو سؤال صعب شويه ولولبي، بس وارد يجي في الامتحان، الله اعلم وارد. بص بقى بيقول لك ايه، الاكس دي فيها 4 نيجاتيف 1 قصدي 4 2 نيجاتيف 1، والار دي هي فانكشن اصلا فيها a نيجاتيف 1 وبي و2 و2 4. هات الاي والبي اولا بس كده. طبيعي الاكس فيها 4 و2 نيجاتيف 1، عشان خاطر تكون فانكشن ما ينفعش الرقم عندي يتكرر، يعني التو اللي عندي دي هي من ضمن الاكس، فخلاص كده الاي والبي دول هم ارقام غير التو اللي هم اصلا مين؟ هم عندنا ال4 ونيجاتيف 1، يعني يا 4 يا نيجاتيف 1، حاجه من يعني حاجه من الاثنين عامه يعني. طيب لو طلب منك الرينج هتجيبه اصلا عندك ازاي؟ اولا لو انت عندك ريليشن معينه الرينج بتاعها بيكون السكند نمبر اللي هو النيجاتيف 1 وال2 وال4، فلو طلب رينج هتقول له نيجاتيف 1 2 4 خلصت على كده. طيب لو طلب الاي او البي او البلس بتاعهم زي ما هو اصلا هنا طلب بالظبط هنا بالراحه كده، فانت هتقول لي ان الاي دي وارد تكون 4 وارد تكون نيجاتيف 1. اشمعنى مش ال2؟ عشان خاطر لو كانت ال2 فكده اصلا اصبح عندي ان دي مش فانكشن، تمام؟ فكده اقول له الاي 4 او نيجاتيف 1 والبي برضو 4 او نيجاتيف 1، فكده عندي البلس بتاعهم هي 4 بلس نيجاتيف 1 ايكوال عندك 3، وبكده خلاص السؤال بتاعنا خلص خالص. اوكي طيب بالراحه بقى كده، افرض قال لك مثلا دلوقتي مثلا سعادتك احنا عاوزين في ليسون 3 نعرف اصلا ازاي بنعوض في الفانكشن من غير ما نقعد نجيبها والكلام ده كله. اولا كده عندنا الفانكشن دي هم سموها اف اوف اكس او بص كده او جي اوف اكس او هكذا عامه يعني. الموضوع عندنا عبيط قوي واهبل قوي، انه مثلا عباره عن ايه؟ عباره عن بيديك ارقام معينه وانت بس بتبدا تعوض فيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قال لك مثلا اكس فيها ايكوال مثلا 2 4 6 8، الواي فيها مش عارف 1 2 3 4 5 6، مش عارف الاكس من كده يعني اف اوف اكس ايكوال هاف اكس ماشي، وهات بقى السيت اوف ايه سيت اوف اوردر ديبيرز والكلام ده كله. طيب الموضوع عندك ازاي بتجيب اوردر ديبير عن طريق فانكشن اللي اصلا مديها لك دي؟ الموضوع عندك بكل سهوله بتعمل ايه؟ بتعوض. يعني ايه؟ يعني اولا بتعوض مره الاكس ب 2 مره ب 4 مره ب 6 مره ب 8، عشان خاطر تعرفني ان انت هتعوض عن الاكس ب 2 بتقول بدل ما تقول اف اوف اكس بتقول اف اوف 2، فكده اصبح عندك بتقول اف اوف 2 ايكوال هاف تايمز 2 بلس يعني قصدي هاف تايمز 2 خلصت ايكوال 1. طيب لو انت عاوز تعوض مثلا عن الاكس ب 2 يعني قصدي ب 4 بتعمل ايه؟ اف اوف 4 وتعوض يعني ايكوال هاف تايمز 4 هاف تايمز هاف تايمز 4 وهكذا ايكوال كام؟ ايكوال 2. كده اصبح عندي لما اعوض عن الاكس برقم بيطلع الواي برقم معين اللي هو مين؟ اللي هو اصبح عندنا اف اوف اكس، فكده بقدر اقول دي ب 2 بتطلع 1 كده 2 1، دي ب 4 بتطلع 2 كده 4 و2، دي ب 6 بتطلع 3 6 و3، دي ب 8 بتطلع بتطلع 4 كده 8 و4. كده اصبح عندي يعني ايه فانكشن وازاي اعوض فيها؟ مجرد بيديك ست اسمها اكس وانت بتبدا تعوض عادي خاص بالارقام وبتطلع الاف اوف اكس اللي اصلا عندك مين؟ الواي، تحطهم جوه اوردر ديبير. هيطلب منك طبعا جراف تعملها اللي هو طبعا كوردينيتس بلين، هيطلب منك برده ار دياجرام تعملها وهكذا. استاذنك بس كده في البوستر بتاعك هتمسح بس كده دي، تمام؟ امسحها خالص في البوستر بتاعك، اوكي؟ وامسح برده دي في البوستر بتاعك، اوكي؟ كلها امسحها. امسح برده دي في البوستر بتاعك، اوكي؟ وامسح برده دي في البوستر بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظه، لا ما تمسحش بقى دي. اولا بقى كده سعادتك عندنا بس كده الموضوع اسمه لينير فانكشن. اولا بس كده يعني ايه لينير فانكشن؟ يعني فانكشن معينه، فانكشن دي لما باجي ارسمها لما اجي ايه ارسمها بتطلع لاين. اولا بس كده يا مستر باسل ازاي عندي اصلا ارسم اي فانكشن؟ اولا كده بس بكل سهوله بتعمل ايه؟ بترسم عندك تيبل، ده اولا كده تمام؟ ولما ترسم عندك سعادتك تيبل بتكتب اللي فوق اكس واللي تحت واي او اف اوف اكس، تمام؟ وبتختار اي 3 نمبرز من دماغك كمثلا 0 1 2 مثلا عادي، ادي مثلا 0 ادي مثلا 1 ادي مثلا 2، وبتعوض مره بالزيرو مره ب1 مره ب2، بتعوض ايه؟ مره 0 مره 1 مره 2، وبعدين بتشوف عندك الزيرو هتطلع كام؟ ال1 هتطلع كام؟ ال2 هتطلع كام؟ يعني ايه مثلا الكلام ده؟ يعني ساعتك بتجيب اف اوف 0، بص كده بتجيب مين؟ بتجيب اف اوف 0 او اف اوف 0 يلا ايكوال كام؟ 2x ماينس 1 اهو، يعني 2 تايمز 0 ماينس 1، 2 تايمز 0 0 ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 1، وبتجيب سعادتك اف اوف 1 اهو، اف اوف 1 تعال يعني عوض ب 1 اصبح عندنا 2 تايمز 1 ماينس 1 ايكوال 1، حط 1 وبتجيب اف اوف 2 ادي اف اوف 2 يلا عوض 2 تايمز 2 ماينس 1 ايكوال كام؟ ايكوال 3، كده اصبح عندنا 3، وبعدين بترسمها عندك على الكوردينيتس بلين بالراحه كده اهو، اكس اكسس واي مستر باسل اهو، وبعد كده مستر باسل واي اكسس زي مستر باسل اهو، حط بسرعه كده ارقام ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 يلا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 وهكذا اوكي وهكذا. وبعدين 0 نيجاتيف 1 يعني ايه؟ يعني روح للزيرو وانزل تحت نيجاتيف 1 حط بوينت، حط بوينت اهو يلا اوكي 1 1 يعني ايه؟ يعني 1 1 اهي حط بوينت، اوكي 2 3 يعني ايه؟ يعني 2 و 3 حط برده بوينت ماشي. كده اصبح عندي لما تيجي عندك ترسم الفانكشن دي بتطلع لك ستريت لاين. يبقى كده لو حد قال لك يعني ايه لينير فانكشن؟ يعني فانكشن معينه لما اجي
ارسمها بيطلع ستريت لاين. عندي بس كده ليها شرط صغير جدا، لازم الاكس بتاعتك تكون باور 1، ما ينفعش باور 2 ولا باور 3 بس كده. يبقى كده عندنا يعني لينير فانكشن معينه لما اجي ارسمها بطلع ستريت لاين. طب برسمها ازاي؟ حط تيبل، حط اي ارقام من دماغك وطلع الاف بتاعتها وخلصت على كده. اوكي طيب بالراحه بقى كده، استاذنك بس كده بسرعه في اخر صفحه عندك تمسح بس عندك الجزئيه دي، لحظه بقى كده تمسح كده عندك الجزئيه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزئيه كده عندك دي بقلبك قام كده غلط عليها، وعلى برضو الجزئيه برضو دي قام برضو غلط عليها. اوكي طيب بالراحه بقى كده، هنتكلم بس كده دلوقتي على حاجه اسمها الكونستنت فانكشن. حاجه اسمها ايه؟ الكونستنت فانكشن. اولا بس كده يعني ايه كونستنت فانكشن؟ يعني فانكشن معينه لما انت بتيجي ترسمها، بص لما انت بتيجي ترسمها بتطلع لك عندك ستريت لاين برضو بس كونستنت. يعني ايه الكلام ده يا مستر باسل؟ يعني والله العظيم يا حبيبي هي فانكشن معينه ما فيهاش اكس اصلا، بمعنى اف اوف اكس ايكوال مثلا 5 ايكوال مثلا 2 وهكذا. طيب بالراحه بقى كده برسمها عندي ازاي؟ بترسم كده عندك كوردينيت بلين عادي تمام. لو انت عاوز ترسم اف اوف اكس ايكوال 2 بتيجي عند الواي عند ال 2 بتعمل عندك ستريت لاين كده خلصت. طب افرض قال لك اف اوف اكس ايكوال 5 عند ال 5 تعمل ستريت لاين. افرض قال لك ايكوال اف اوف اكس ايكوال نيجاتيف 2 بتيجي عند الاكس نيجاتيف 2 تعمل عندك ستريت لاين. ايكوال 1 نفس الكلام وهكذا. افرض قال لك اف اوف اكس ايكوال 0 بترسم الاكس نفسها وهكذا. اشمعنى بقى يا مستر باسل بيطلع الكلام ده؟ اقول لك انا عشان خاطر لما انت اصلا بتيجي تعمل تيبل معين للفانكشن دي، كمثلا اهو ادي تيبل اهو، ادي في اكس وفي واي، ادي في اكس وفي واي تمام. حط مثلا 0 و1 و2 مثلا يعني عادي. اوكي لما اغلط في الكلمه انت هتعوض فين اصلا؟ هتعوض بدل الاكس صح؟ هي اصلا ما فيهاش اكس، فانت لو حطيت 0 مش هتطلع حاجه غير ال 2. حلو. حطيت 1 مش هتطلع حاجه غير ال 2، حطيت 2 مش هتطلع حاجه غير ال 2. فكده اصبح عندنا كل الارقام رايحه لل 2، يعني 0 مع 2 1 مع 2 2 مع 2 هكذا. عشان كده اصبح عندنا ستريت لاين ماله يا مستر باسل؟ بارلل للاكس. يبقى كده عشان خاطر ارسم عندي كونستنت فانكشن ايكوال 2 ايكوال 3 ايكوال 4 وهكذا، بعمل عندي ايه؟ برسم عندي ستريت لاين بيكون بارلل للاكس. لو بوزيتيف فوق نيجاتيف هيكون طبعا اوكي تحت عندنا. اوكي طيب افرض قال لك مثلا دلوقتي مثلا سعادتك اف اوف اكس عندك بسم الله الرحمن الرحيم اف اوف اكس اهي ايكوال مثلا سعادتك ايكوال ايه مثلا يا مستر باسل؟ ايكوال سعادتك اكس او 2 اكس بلس 1، وطلب منك قال لك والله فايند اف اوف ايه؟ اف مثلا اوف بسم الله الرحمن الرحيم اوكي اف مثلا اوف 1 بلس اف اوف 2 مثلا. بالراحه بقى كده هذا السؤال بتحله بس عندك ازاي؟ الموضوع عندك بكل بساطه بتعمل ايه؟ بكل بساطه بتجيب الاول اف اوف 1 وبعدها بتجيب اف اوف 2 وبعدها بتشتغل عادي خالص. استاذنك وانت ماسك البوستر اكتب بس في ظهر البوستر الكلام ده كله. اوكي طيب كده اصبح عندك اف اوف 1 معناها ايه؟ اهو اف اوف 1 معناها هتشيل كل اكس تحط مكانها 1. ايه؟ هتشيل كل اكس تحط مكانها 1. كده اصبح عندك ايكوال 2 تايمز ايوه مستر تايمز كام؟ 2 تايمز 1 بلس 1 ايكوال عندك كام؟ ايكوال عندك 3. واللي بعده لو طلب منك اف اوف 2 هتعمل ايه؟ هتشيل كل اكس تحط مكانها 2. كده اصبح عندك اف اوف 2 اهي اف اوف 2 ايكوال 2 تايمز 2 بلس 1 ايكوال عندك 5. فكده اصبح عندك لو هو طالب منك اف اوف 1 بلس اف اوف 2 هتقول لي ايكوال 3 بلس 5 اهو ايكوال 3 بلس 5 وخلصت على كده. يبقى كده لو طالب اي افات معينه ومديني فانكشن معينه مجرد بعوض وبحل وخلصت. قال لي بروف نفس الكلام، قال لي العب نفس الكلام وهكذا. افرض قال لك مثلا سعادتك بسم الله الرحمن الرحيم في ليسون 5 عندنا اللي هو طبعا اخر ليسون عندنا في يونت 2، قال لك مثلا دلوقتي يا حبيبي يا عبقري حل مثلا عندنا الايكويشن دي. قال لك مثلا اكس اهو او خليها اكس ماينس روت 5 ايكوال 3 روت 5. بالراحه بقى كده عندنا بنحلها عندنا ازاي؟ الموضوع عندنا بكل بساطه يا مستر بتحلها بتودي النيجاتيف اكس تو ذا اذر سايد بالبوزيتيف اهو بالبوزيتيف. كده اصبح عندنا يا مستر الاكس ايكوال 3 روت 5 ايوه يا مستر باسل بلس روت 5 ايكوال عندك 4 روت 5 وهكذا. يبقى كده اصبح عندنا اي ايكويشن من النوع ده تقعد تلعب بقى ايه وتحلها، تشوف بقى مين الضعيف مين القوي وتحلها. افرض جاب لك مثلا انيكواليتي بالنوعيه دي وقال لك برده حلها. قال لك مثلا سعادتك دلوقتي ان احنا عندنا 3x minus 2 less than مثلا or equal نخليها كام؟ less than or equal مثلا 4. نحلها عندنا ازاي؟ عندك بكل سهوله هتعتبرها كانها ايكويشن بالظبط. طيب تحلها عندك ازاي؟ هتودي عندك النيجاتيف 2 to the other side بالبوزيتيف. كده اصبح عندك صح ال 3x less than or equal 4 plus 2 ادي 4 plus 2 less than or equal قصدي 4 plus 2 اهو اوكي less than or equal 6. كده اصبح عندنا 3x less than or equal 6. هتودي كده عندك ال 3 بالديفايدد هتبقى الاكس less than or equal ال
2. طيب عندنا بس كده يا مستر باسل ازاي بس يا مستر اعملها كسوليوشن؟ اولا بس كده الرقم ده اقل من 2 صح؟ يعني نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ فتقول له والله يا مستر نيجاتيف، كده اصبح عندي السوليوشن سيت ان الحل بتاعك من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 2. طبعا اوبن، وبعدين لو فيها اور ايكوال لازم اخليها كلوزد. بص لازم اخليها كلوزد، وخلصت على كده. طبعا لو انت طبعا مهتم تشوف الدرس ده بالكامل على اليوتيوب، هتنزل عندنا في البلاي ليست بتاع الثانيه اعدادي، هتشوف كل الدرس ده مشروح بالتفصيل الممل على اليوتيوب. ولو انت طالب عندنا في السنتر، طالب عندنا في الاونلاين، سعادتك هتخش تعمل ايه؟ هتخش عندك تذاكر من الموقع بتاعك او من الاكونت بتاعك. اوكي، شكرا جدا ليكم. كان معاكم مستر باسم من قناه باسم. الحمد لله على السلامه، والسلام عليكم.